ان في حد دلوقتي بيعتبرك انت قدوته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. ربنا يجعل ايامنا دي فتحه خير علينا جميعا، ويجعل العشر الاواخر من رمضان لينا فيها نصيب من ليله القدر ان شاء الله. ويا ريت ما تنسوش تدعوا لي معاكم. يلا بينا. كلنا بندور على قدوه، لكن الحقيقه اللي قليل يعرفها ان في حد دلوقتي بيعتبرك انت قدوته. مش لازم تبقى عالم مشهور ولا تبقى قائد عظيم علشان الناس تعتبرك قدوه. ممكن تكون قدوه لاخوك الصغير، لصاحبك، ابنك في المستقبل ان شاء الله. احيانا تصرف بسيط جدا منك ممكن يغير حياه حد تاني. وفي 3 حاجات لازم يكونوا في الشخص اللي ممكن يكون قدوه في يوم من الايام. اولا، انه يبقى صادق. الناس بتتاثر بالشخص الحقيقي مش المثالي. تاني حاجه، انه يبقى ثابت. القدوه الحقيقيه بتبقى ثابته وقت الشده والازمات. وتالت حاجه، النيه السليمه، انك تعمل الصح حتى لو محدش شايفك. كان في راعي غنم بسيط، الناس بتتريق عليه، ابو جهل بيضربه علشان هو ما كانش من آلية القوم، وكان فقير جدا وكان رفيع جدا، فكانوا دايما بيعاملوه أسوأ معاملة لحد ما قابل الرسول عليه الصلاة والسلام. اتعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام الصدق والعبادة والعلم، وبعد سنين بقى واحد من أعظم الصحابة، الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. من راعي غنم بسيط لصحابي جليل الناس بتتعلم منه القرآن، بقى قدوة لأمة كاملة. يمكن أنا وأنت دلوقتي بندور على قدوة، وما تعرفش ممكن قريب يجي اليوم اللي كنا أنا وأنت فيه القدوة اللي الناس بتدور عليها. زي ما قال غاندي: كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم. لو عجبتك الحلقة اعمل لايك وشير وسبسكرايب، دعمك هيفيدنا جدا ومش هيضرك أنت في أي حاجة. الحلقة دي برعاية دعوات أبو يومي والناس الطيبين. أشوفكم الحلقة الجاية من 5 قبل الفطار. معايا أنا أحمد مجدي، وسلام عليكم.